اتفضل يا حجيجه. مرة واحدة تبقى دغري وتقول لي احنا رايحين على فين؟ يا حاج على عيني الاتنين، قول ان احنا رايحين نغير جو. ايه؟ ناوي توديني كباريه؟ يا ريت، بس ما ينفعش يا حاج، فلوسنا تخاف تدخل الكباريه. ورقة التوت اللي عليها سترها وغطاها يتشال، يعني ملف امن دولة. كله اعوذ برب الفلق، ما تفولش في وشي. وبعدين يا احمد احنا فلوسنا 100 100. ما انا عارف يا حاج، بكره مصيرها هتتشبه، مفيش مشاكل يعني. انت هتقلقني ليه؟ احنا رايحين فين؟ اقعد بس وهقول لك. الله، ما بحبش الالغاز. والله ما في اي الغاز يا حجيجه. ببساطه كده يا حاج، احنا في رحله صوم طالعين لفوق، وده معناه اننا ضد الجاذبيه يا حاج. عشان كده لازم نتخفف من كل الاعباء اللي تخلي وزننا الطبيعي يتعبنا واحنا طالعين لفوق. مش عايزين اي حاجه تشغلنا عن سكه الصوم. وانت بسلامتك ايه بقى اللي شاغل؟ بحبك. بت ايه يا اخويا؟ والحب ده شاغلني قوي قوي قوي، وعشان كده قررت اتجوز. تتجوز؟ تالت يا احمد؟ انت بتستعبط يا احمد. اطلع اطلع، ربنا يهديك يا رب. بتعمل ايه يا احمد؟ نتفرج يا عم. يا عم ما يصحش، الناس تقول ايه بتفتش في حاجتهم. ليه؟ سيب بس الحاجه دي بس. اسمع بس، ده في فيردي والنقشبندي وطه الفاشني. يا عم سيب كل حاجه مكانها. ايه ده؟ بص جامد قوي قوي قوي. ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. شويه خشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايف ايه؟ انا بالنسبه لي الطبله احسن منه. اه طبعا، بس بص الصوت ده. جرى لك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج. انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمت؟ لا اهو حطيته هنا اهو. هو ده؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبة امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعدين؟ ولا بلين، لقيتها مختلفة عن كل الناس. مختلفه عن سميحه وصباح؟ بس يا جدع انت، الله، صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحة، ما تجيبش سيرة صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشيشه. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح. أستاذ أحمد، بالنسبة لموضوع أمل طلب حضرتك مرفوض. عملت كده ليه؟ استني بس، خفت مني ولا خفتي عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا عم. يا سلام، وانت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقة دي؟ قررت أنا أحمد توفيق وأنا بكامل قواي العقلية أن ألقي بنفسي أمام السيارة خلاصا من حياتي والتي لا أريد أن أكملها بدون أمل، ولهذا قررت الانتحار. أحمد توفيق. ليه؟ عشان بحبك يا أمل. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي أقول لك إن في عندي فرصة مش هتلاقيها عند حد غيري. ودي فرصة ايه دي بقى؟ تصوري يا أمل واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصة تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه؟ بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. انا ما بسألكيش، رفضني. كمان مش عايز اقول لك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك. لا انسي، ده زادني اصرارا على اصرار. طب وانا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن، وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا أمل، الجنون على فكرة بيبقى أحيانا هو الوسيلة الوحيدة عشان توصلي للي قدامك، خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامرة ما هي نوع من أنواع الجنون، وأنا مؤمن جدا بنظرية يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا سوء أنا بقى. لا طبعا. يا بنت خلينا سوء، حد أبوك خلينا سوء. لا أيوة كده يا شيخة حاجة.
احمد. احمد. قوم يا حبيبي، حبشي عايزك بره. طيب وديدو اتفضل. حاضر. اتفضل يا حبشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا حبشي، جبت الامانه؟ 10,000 جنيه اتفضل. طب يا سيدي يزيد فضلك. لا يزيد فضلي عليك بيهم لما يبقوا فلوسي، لكن دي فلوسك انت واخواتك. انا حيالله بقفل حسابات ودفاتر، مش من حقي خالص اسالك. ازاي تقول كده؟ لا طبعا يا حبشي، من حقك تسال، والا ازاي هنأمنك على كل حاجه؟ الله، يعني انا مسموح لي بقى اسال؟ طبعا مسموح لك. انت اتجننت ولا ايه؟ دول 10,000 جنيه، لازم تعرف جم ليه ورايحين فين عشان على الاقل تعرف تسددهم في الدفاتر. مظبوط، تمام. دول سلفه. وسلفة لايه بقى ان شاء الله؟ هتجوز. السلام عليكم. ازاي بقى؟ الله اقول لك ازاي احنا رايحين فين كده؟ مش هيبقى في دهشه، واذا ما كانش في دهشه مش هيبقى في مفاجاه، واذا ما بقاش في مفاجاه اجيبك منين يا بهجه؟ طبعا مش فاهمه اي حاجه، بس حاساك بتحاول تكسب وقت. في الحقيقه دي كمان يعني ملاحظه تستحق التقدير. هي ايه؟ ذكائك. طيب بما اننا بنحاول نكسب وقت بقى، ايه رايك في المراه الذكيه؟ ما احبهاش. لا بس مش معنى كده اني ما بحبكيش طبعا. بس معنى كده ان انا ذكيه. ايوه طبعا، بس ده اعتراف مني بانك ذكيه وجميله، لان المراه الجميله في الحقيقه بس يعني بتكتفي بجمالها، اعجاب الناس بيها بقى فبتكسل انها تعرف الاخرين، انما انت في الحقيقه بتجمع ما بين الاثنين، وده استثناء عن القاعده. انا متهيألي ان احنا كده وصلنا. مش فاهم، ده خوف ولا ندم؟ الاتنين يا احمد. الاتنين تيجي ازاي يعني؟ خايفه قوي يجي يوم اندم ان انا عملت كده. الله، هو انا مش سالتك يا ستي وقلتي لي انك تمام وخدت قرار؟ ما اسمهاش سالتك، اسمها استفزيتك. استفزيتك ولا سالتك؟ المهم انك قلت لي انك خدت قرار وانك مسؤوله عن قرارك وقده. انا طبعا متحمله مسؤوليه قراري وقده كمان، بس انا مش عارفه اقول ايه لجدي. جدك صحيح، بمناسبه جدك وكان رافضني ليه؟ عشان انت متجوز وعندك بنت. طب قولي لي انت، لو كنت قابلتك قبل ما اقابل مراتي كنت برضه حبيتك واتجوزتك؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. الاجابه كنت حبيتك واتجوزتك، وكنت هتبقي الزوجه الاولى والاخيره كمان. والله بل اصل انا بقى في الحقيقه يعني مؤمن قوي بمساله النصيب دي، ومؤمن كمان بان مهما قابلنا في الدنيا لازم نغلبها، ما نخليهاش تغلبنا. حكي بقى. ايوه كده يا شيخ. انت برضه عملتي اللي في دماغك يا بنتي. ما انت عارفه يا ماما انه بيحب المسقعه. يا بنتي عملتيها 3 مرات قبل كده وبرضه ما جاش. يظهر حليت له القعده عند الست الحاجه امه. انا قلبي حاسس انه هيجي المره دي. كان جه امبارح ولا اول امبارح، ده راح وقال عدولي واحنا عدينا كتير قوي. يو يا ماما بقى، خلاص بقى الغايب حجته معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال الحاج حسان فين لو سمحت؟ العافيه شويه النهارده. اؤمر تحت امر، انا ابن اختي. لا الف سلام عليه. الله يسلمك. عايز ولا معاك؟ معايا، بس هو الحاج حسان هو اللي كان عايز. موجود كام؟ 100 اخت. هي فين؟ معايا في العربيه. ابعت حد معاك ولا تجيبهم انت؟ لا انا هجيبهم انا. عقبال ما اجهز لك المصري تكون جبتهم. ماشي.